عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بيكم في قناتي سهر ستايل. كل عام وانتم بالف خير. بمناسبة رمضان لسه مكملين في فيديوهات رمضان. النهارده هنعمل مع بعض الكوسترز دي والحامل بتاعهم، هنعملهم من الكرتون. كمان معانا الصينية دي انا كانت عندي من الخشب، وانا زينتها بالشكل ده. كنت حابة احطها لكم في الفيديو ده لكن لقيته هيبقى طويل قوي، فهنزلها لكم في فيديو منفصل بكره ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض الكوسترز والحامل بتاعهم، شكلهم حلو قوي رمضان، ومناسب جدا يعني للاجواء الرمضانيه وكده. كمان هيبقى شكلهم حلو قوي لو عندك ضيوف. وده شكلهم اهو في الحامل، وحاطه منهم شويه كده اوريلكم شكلهم يعني. وعازل الميه وحلو جدا. كنت مصوراه لكم امبارح برضو، حطاهم في على الفيديو بتاع القطعه اللي احنا عملناها امبارح دي، كانت حلوه قوي برضو. كنت حطاهم فوق، شوفوا شكلهم حلو قوي وهم عليهم الفناجين كده. يا رب الفيديو يعجبكم ويكون سهل عليكم، بس لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ويلا نبدا. اول حاجه انا طبعت الورقه دي مقاسها A3، يعني هتقولوا للراجل عايزين نطبع الورقه دي A3، انا هنزلها لكم على بيج الفيسبوك، هحط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو. وبعدين قصيتها بالشكل ده، هطبق لكم على واحده منهم، والباقي هنعملهم بنفس الطريقه. اهو انا جبت حته كرتونه قد الورقه اللي انا قصاها بالظبط. يعني هو الورقه فيها 6 اشكال، يعني ستة من الكوسترز اللي احنا هنعملهم دول. فجبت قطعة كرتون قد الورقة اللي أنا عاملاها بالضبط. طبعًا عشان الكرتونة بتاعتي كويسة فأنا جايبة قطعة واحدة، لو الكرتونة بتاعتِك ضعيفة هاتي 2 والزقيهم فوق بعض بالغِرَا. وبعدين جيت على الحواف بتاعتها وحطيت عليها غِرَا، ولزقت فوقها أي ورق خفيف موجود عندي، بحيث إنه يداري لي الفتحات بتاعة الكرتون من الجنب، علشان لمّا آجي أدهن الدهان ما يدخلش جوّه وكده. وده شكلها أهو بعد ما غلّفت الجوانب بتاعها بورق الكرافت اللي هو ورق خفيف موجود عندي يعني، ممكن أي ورق خفيف عندكم أو مناديل أو أي حاجة. بعد كده ده دهان بلاستيك أبيض، بدأت أدهن القطعة بتاعتي بالدهان البلاستيك الأبيض. على فكرة القطعة سهلة جدًا وبتخلص بسرعة، ما هياش صعبة خالص. وبعدين دهنتها كلّها بالدهان البلاستيك الأبيض بالمنظر ده، وده شكلها بعد ما نشفت أهو. بعد كده جبت الرسمة بتاعتي بقى وعايزة ألزقها فوق الكوستر بتاعي، وهاحط فوقها شوية من الورنيش المائي أو غيرة مخففينها بمية، بحيث إنها تلزق معانا، بس نكون مخففينها كويس علشان ما تعملناش كلاكيع بيضة وكده. وبعد كده أنا حطيت الورقة بتاعتي على كيس بلاستيك بالمنظر ده، بحيث إن هي ما تتبهدلش يعني عقبال ما ألزقها وكده. ممكن تلزقوها بنفس الطريقة العادية اللي إحنا بنلزق بيها، وممكن تعملوا وتحطوها على كيس بلاستيك زي ما إحنا بنحطها كده. أنا لزقت معاكم صور كتير في كذا فيديو، طريقتها طبعًا سهلة ومعروفة جدًا. حطيتها فوق الورنيش المائي بتاعي علشان تلزق معايا بالمنظر ده، وبعدين بدأت أعمل عليها طبقة برضه من الورنيش المائي عشان تحميها لي من المَيّة أو أي تراب أو أي حاجة تيجي عليها. فهاعمل عليها طبقة الأول كده من الورنيش المائي، ولمّا تنشف الطبقة دي نحط لها طبقة تانية، ممكن تحطوا لها طبقة تالتة براحتكم. أهم حاجة إن هي تحسّوا في الآخر إن هي شبه البلاستيك في الآخر، علشان لمّا تحطّوا عليها حاجة ما تتأثّرش. وبعدين ده شكلهم أهُم. جيت على الجوانب بتاعتهم من برّه، أنا عندي شوية من الدهان ده، هُم شوية دهان بلاستيك أبيض عليهم شوية من اللون الأزرق وشوية من اللون الأصفر، فطلّعوا لي اللون اللي هو الأزرق النيلي ده. وبدأت أعمل بيه على الحواف بتاعة الكوسترز بتوعي. وكمان كان عندي شوية من اللون الأصفر، فعملت برضه حبّة منهم باللون الأصفر كده. ممكن تسيبوهم باللون الأبيض لو حابين، بس أنا حبيت إن هُم يندمجوا كده مع شكل الصورة، فيبقى كلّه كإنه قطعة واحدة، مش كإني لازقة فوقه حاجة يعني. دلوقتي أنا عايزة أعمل الحامل بتاعهم، فجِبت قطعة الكرتون دي مقاسها 16 في 25، ممكن تجيبوها 16 في 20 كمان لو عايزينها أقصر من كده حبّة. وبعدين عملت لها دوران كده بطبق أو أي حاجة مستديرة عندِك، قصيت الدوران اللي أنا عملته. كمان جبت قطعتين كرتون مقاس 16 في 6.5 ولزقتهم في بعض عشان يبقوا القاعدة بتوع الحامل بتاعي، تبقى القاعدة بتاعته. لزقتهم مع بعض بالغِرَا بالشكل ده أهو، مقاسها 16 في 6.5. كمان 4 قطع كرتون مقاس 6.5 في 5 سنتي، ولزقت كل 2 مع بعض بالغِرَا بحيث إن هُم يبقوا الجوانب بتوع الحامل بتاعي. الواجهة الأمامية بتاعته مقاس 16 في 7 سنتي، برضه لزقتهم مع بعض بالغِرَا علشان يبقوا الواجهة بتوع الحامل بتاعي.
وابدا الزق كله مع بعضه. هجيب القطعه اللي هي بتاعه الارضيه، احط عليها شمع بالشكل ده، وابدا الزقها على الظهر بتاع القطعه بتاعتي. مقاسها 16.5 والظهر مقاسه 16 في 25 او 16 في 20 مش مشكله. وبعدين اجي على الجوانب برضو والزقها بالشمع بنفس الطريقه، وكذلك الجنب التاني هلزقه برضو بالشمع اهو. انا كده لزقتهم. طريقته سهله جدا وحلو وعملي، وهتبقي مبسوطه ان انت عامله حاجه بايدك وشكله شيك يعني. وكذلك الواجهه الاماميه هلزقها برضو بالشمع. بعد كده هاجي على الحواف بتاعه الكرتون بتاعتي، وابدا احط عليها غيره عشان اداري برضو حواف الكرتون بتاعتنا، وبرضو تديلها متانه اكتر، وتبقى عازله للميه. هو حلو يعني، هو ان انا اديلها متانه وانشفها اكتر يعني، بتقوي القطعه بتاعتي اكتر من الاول. واحط عليها اي ورق خفيف موجود عندي، ممكن تحطي مناديل او اي ورق. ده ورق كرافت بيجي من المكتبه. نلزقها كويس جدا كده، كل ما نحط غيره اكتر بتبقى انشف. وده شكلها اهو بعد ما عملت عليها كلها بالورق الكرافت. بعد كده بدأت اديلها طبقة من دهان البلاستيك الابيض. الدهان اللي انا بستخدمه GLC 3030، ممكن تستخدموا اي نوع تاني، النوع اللي يريحكم. ممكن تخففوه بشوية مية وممكن ما تخففوهوش زي ما انتوا حابين. وبدهن كده، ممكن تدهنوا برولة، ممكن تدهنوا بفرشة، ممكن تدهنوا باسفنجة، اي حاجة حابينها ادهنوا بيها. الورق الكرافت بيبقى حلو جدا ان هو يعني بيخلي الدهان بعد كده املس، ما يبقاش فيه نقر لتحت وحاجات كده. بعد كده دهنت بنفس اللون اللي انا كنت عاملاه على الكوسترز نفسها، هو لون ده شويه دهان بلاستيك ابيض، كنت حاطه عليهم شويه من اللون الازرق وشويه من اللون الاصفر، بيطلع لي اللون الازرق النيلي ده، لونه حلو قوي. وبعد كده عملت على الحواف بتاعته باللون الاصفر اللي هو الحمصي او المسترد دوت. كان شويه من الدهان بلاستيك ابيض عليهم شويه من اللون الاصفر وشويه من اللون الجملي، فاداني اللون الاصفر الحمصي ده. لو حاطه شويه من اللون الاصفر بس هيديكي اللون الاصفر الكناري اللي هو بيبقى فاتح قوي. لما تحطي عليهم شويه من اللون الجملي بيقلب معاكي بقى الدرجات المستردة والاصفر الحمصي وكده، الدرجات الاغمق شويه يعني. وبدات اعملها على الحواف بتاعه القطعه بتاعتي بحيث انها ما تبقاش لون واحد كده، انا مش بحبها لون واحد قوي يعني. وبعد كده بدأت بقى أجيب شوية أشكال أو أي حاجة بحيث إنها تغير شكل الحامل بتاعي، فلزقت عليه الصورة دي. طبعا برضه هنزلها لكم على بيج الفيسبوك، هحط لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو. ولزقت دي كده على الواجهة اللي قدام. وأصلا الحامل هيبقى فيه الكوسترات من جوه، فمش هتحتاجي تحطي زينة عليه كتير، يا دوبك حاجات بسيطة كده. وكمان كلمة رمضان كريم لزقتها على الحامل بتاعي من فوق، حطيت شوية برضو من الورنيش المائي. الورنيش المائي هو دايما بستخدمه في لزق الصور والحاجات دي، لانه خفيف يعني، هو هيبقى مش هيضايقك وانت بتلزقي الصورة او اي رسمة، هيتحرك معاكي كويس لحد ما تلزقيها. وبعد كده هيعزلك الحاجة بتاعتك من المية والتراب. اهو كده لزقتها، هي كلمة بالعربي وبالانجليش برضو اتنين جنب بعض. يعني الجزء اللي فوق ده لان هو اللي هيبقى باين من الحامل بتاعي، مش محتاجة احط على باقي الحامل بتاعي. وبعد كده عملت عليها طبقة كبيرة من الورنيش المائي عشان تحميها لي برضو من اي مية او اي تراب او اي حاجة تيجي عليها. وده شكلهم هو بعد ما خلصوا، شكلهم حلو وشيك جدا، والصينية بتاعته كمان جميلة جدا. ان شاء الله انزلها لكم بكرة. كنت حابة انزلها لكم في الفيديو ده لكن الفيديو كان هيبقى طويل قوي، فمحبتش اطول عليكم اكتر من كده. يا رب الفيديو يكون سهل عليكم ويكون عجبكم، وكل عام وانتم بألف خير. تقدروا تستخدموهم طبعا في المناسبات مع الضيوف، في البيت تستمتعوا بجو رمضان بما اننا قاعدين في البيت، فتعملوا شوية جو لذيذ كده في البيت. وكمان تحسوا بروح رمضان شوية، وتعملوا فيه الاشكال اللي انتوا حابينها. لو حابين تعملوا اي اشكال تانية غير دي ممكن تعملوا اشكال اللي هي بتاعت فنانيس بوجي وطمطم، الحاجات دي كلها. طبعا القطعة دي عاملينها مع بعض امبارح. والكوسترز منورين اهم فوق، شكلهم حلو جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.